ماشي، السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ معاكم احمد امين، وده الفيديو ال11 من سلسله ال HTML. واللي النهارده هنتكلم عن حاجه نظريه بشكل بحت. آه طبعا كده كده احنا هنكتب. انا الرسمه دي خدت مني تقريبا نص ساعه عشان التول دي مش اروش حاجه ممكن ترسموا بيها. فمهم يعني ان احنا هنتكلم النهارده عن ايه؟ عن حاجه اسمها semantic elements، او التاجز، التاجات الدلاليه. الدلالية عن ايه؟ عن المحتوى او الحاجة اللي هي بتبقى شايلاها. بتبقى عبارة عن رابرز او حاجات بتهولد كونتنت معين. لما اتكلمنا عن حاجة اسمها ديف في الفيديوهات اللي فاتت، اتكلمنا عن الديف دي، الا وهو ان هو كونتينر، بيكون عبارة عن كونتينر بيكونتين كونتنت. خلاص، والله بقول شعر. المهم، فقلنا حتى عن الاسبان ان هو سمول كونتينر فور مثلا وورد او سمول باراجراف او حاجه كده. احنا هنا بنتكلم عن ايه بقى دلوقتي؟ بنتكلم عن كونتينرز كبيره بتكونتين الكونتنت بتاعها، وتكون داله على اللي جواها. يعني هي بتشير، بتبوينت او بتريفير على اللي جواها. بتقول له، بتقول للبراوزر وبتقول للديفلوبر وبتقول لاي حد ان انا جوايا واحد اتنين تلاته اربعه. طيب خلينا نتكلم بوضوح اكتر من خلال الرسمه، وبعدين هنشوف الكود بتتكتب ازاي الحاجه دي. اول حاجه احنا عندنا اللون اللافندر ده، انا قلت ان هو ده البادي. خلاص، البادي زي ما احنا متفقين بيشيل كل الكونتنت اللي في ال HTML. خلاص، فاحنا معتبرين ان دي الصفحه بتاعتنا، اللي هو ده كله كده، كل ده دي الصفحه بتاعتنا. تمام تمام. الصفحه بتاعتنا التقسيمه بتاعتها في العادي بتكون هيدر، وبعدين الكونتنت اللي في النص، وبعدين الفوتر. يعني احنا فتحنا اي براوزر، وليكن مثلا، وليكن هنعمل كده، وهنفتح مثلا السيرش بتاع جوجل ده اللي انا عامله على semantic elements. المفروض انه احنا لو فتحنا اي ويب سايت اهو، وفتحنا مثلا W3 schools، وعملنا كده، ادي ده يعتبر الهيدر، وده الكونتنت المتغير اللي هو الجزء اللي في النص، وبعدين لو عملنا سكرولنج سكرول سكرول سكرول، ادي ده الفوتر. خلاص، الجزء ده ايه؟ الجزء ده اللي هو اللي في الجنب ده ايه؟ ده عبارة عن حاجة اسمها نافيجيشن بار او اي سايد سيكشن. خلاص، هنتكلم عن كل ده بالتفصيل، بس دي التقسيمه الطبيعيه بتاعت اي ويب سايت. يعني الويب سايت الطبيعي بيبقى عباره عن جزء فوق، جزء في النص، وجزء في الاخر اللي احنا بنسميه فوتر، او ال ال اخر الويب سايت. يعني بيكون في شويه لينكات وحاجات كده بتكون معرفه عن المحتوى بتاع الويب سايت عموما. طيب خلينا نرجع للرسمه. الرسمه بتاعتنا بتتكلم في ايه؟ الرسمه بتاعتنا بتتكلم في انه احنا عندنا السيمانتك elements، اللي هي التاجات الدلاليه. في واحده اسمها header، في واحده اسمها nav، في واحده اسمها main، في واحده اسمها section، في واحده اسمها article، في واحده اسمها a site، في واحده اسمها footer. طيب انا راسم الرسمه دي ليه؟ راسم الرسمه دي بكل اختصار علشان يكون كل تاجة معبرة عن الشكل اللي هي بتريفير ليه. يعني احنا مثلا لما بنروح نكتب في الفيجوال ستوديو كود زي كده، بنروح نكتب مثلا الهيدر اللي هو بيتكتب بالشكل ده. خلاص، جوه البادي، كل ده طبعا هيكون جوه البادي زي ما احنا راسمين طبعا في الرسمه. هنكتب هيدر، دي التاج اللي بتعرف البراوزر وبتعرف اليوزر وبتعرف الديفلوبر ان احنا كده جوه السكشن بتاع الهيدر. الهيدر بيبقى غالبا موجود جواه النافيجيشن بار، او النافيجيشن تول، او النافيجيشن لاين اللي انت بتتحرك في الويب سايت من خلاله. بيكون هنا بقى في شويه لينكات كتير جدا، اللي هو الهوم والبيج ومش عارف ايه والكونتاكت اس والحاجات دي كلها. وبيكون في شويه زراير، اللي هو لما بتيجي تقول ان انت هتساين ان، هتساين اب، هتلوجن، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. الهيدر المفروض الاساسي ان انت يا اما هتقول ان انا في المين. خلاص، والمين ده هيكون جواه بقى شويه سيكشنز. تمام. اما او هيكون جواه شويه ارتكلز.
تمام، او هيكون جواه شوية ديفات عادي جدا، هو مش هيقول لأ، وهكذا. ده المين. بعد المين المفروض لوجيك هيكون فيه الفوتر. تمام. الفوتر ده بيكون جواه السيجنيتشر بتاعة الموقع وشوية لينكات برضو تقدر تنافيجيت من خلالها. ممكن بعد الهيدر يكون في حاجة اسمها اي سايت، والاي سايت دي احنا قلنا ان هي بتعوض مكان ال الجزء او السكشن اللي بيكون في الجنب ده، تقدر ان انت تتنقل من خلاله برضو في المحتوى بتاعك اللي انت ممكن تعمله، وشفناها في الدبليو 3 سكولز مثلا. خلاص. فهي دي بتتكتب بالطريقة دي الحاجة بتاعتنا، وقلنا ان هي المفروض بتستخدم بالشكل ده وبالترتيب ده وبالاستراكشر ده. ولسه عايزين نقول ليه ممكن نستخدمها وليه مش ممكن نعمل حاجة زي مثلا ايه اللي انا عاملها تحت دي، ان احنا عايزين نكتب الكونتنت بتاعنا ونقسمه وبتاع مش عارف ايه، واحنا اتكلمنا عن الاي دي والكلاسز. طب ما احنا ممكن ندي هيدر اهو ديف، والاي دي بتاعها معرف اهو. احنا قلنا ان الاي دي ايه، الاي دي كانها سيجنتشر. احنا هنا ممكن نقول ده برضو المين، وبعد ما نخرج منها ممكن نقول لا ده انا والله هاخد النافيجيشن بار دي هحطها جوه الهيدر زي ما احنا عاملين فوق. فانت فاهمني، فمش هتحس بفرق. فالمهم يا جدعان، اللي انا بتكلم فيه دلوقتي او اللي احنا عايزين نعرفه ليه بنستخدم التاجات اللي هي دي، هيدر وفوتر ومين وسيكشن وارتكل واي سايد وناف ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. ليه بنستخدم الحاجات دي في حين ان احنا ممكن نبدلها بالديفات دي وبنديها اي ديز او كلاسز او غيره، وبالحاجه بقى بنعرفها اللي هو يا ابني انت اسمك كذا، يا فلان يا بابا انت اسمك كذا، يا بابا انت اسمك كذا. وبرضه يكون احنا عارفين كديفلوبرز ان السكشن ده هو بتاع المين زي ده كده، السكشن ده بتاع الاسايد، السكشن ده مش عارف بتاع ايه وهكذا. بس خلينا نقول بقى ليه بنستخدمها. لما احنا اتكلمنا عن حاجه اسمها اس اي او، انا عارف ان انتوا اتخنقتوا من الموضوع ده، معلش خلينا نكتبها عادل بشكل شويه اروش اهو. اس اي او اللي هو السيرش انجن اوبتمايزيشن، ده مفيد جدا. او التاجات دي اللي هي ارتكل سيكشن مين مش عارف الاي سايد النافيجيشن الهيدر وهكذا، او الفوتر حتى اهو، كل ده مفيد جدا لمين؟ للاس اي او. الاس اي او ده احنا عايزين يعني مثلا ده اكزامبل بسيط. احنا لما بنعمل ارتكل كده جوه الويب سايت بتاعنا باي شكل كان وبنكتب الكونتنت بتاعه، خلاص، اللي هو الكلام او الباراجرافز اللي بتتكتب جوه يعني، فالمحتوى بتاعه جوجل مثلا بتاخد الارتكل تاج دي وبتقول ان ده ارتكل من جوه الموقع، فبالتالي بتعمل له ريكومنديشن وقت ال ان انت لما بتيجي تعمل سيرش عن الويب سايت بتاعك وهكذا. زائد ان احنا مثلا عندنا في الاكسسبيليتي، الاكسسبيليتي اللي هي بتاعت الناس اللي عندها disabilities، بتقدر ان هي من خلال التقسيمه بتاعتنا دي او الويب سايت بتاعنا ده يقدروا يوصلوا للهيدر بكل سهوله، للنافيجيشن بار ده، ويتنقلوا ما بين اللينكات اللي هو هنا مثلا ده هوم، هنا مثلا ده كونتاكت اس، هنا ده مثلا زرار اللوجن، هنا ده مثلا زرار الايه السبسكريبشن او حاجه، فاهمني؟ هنا مثلا اللينكات دي كلها دول كلهم يقدروا يتنقلوا منهم وهكذا. فاحنا قلنا ان هو اول حاجه بيساعد في الاس اي او، تاني حاجه بيساعد في موضوع الديسابيليتيز والاكسسبيليتي السهله جدا لاي حد ممكن يكون عنده ديسابيليتي. بس بلس ان هو طبعا خلينا نقول ايه مور ريديبل من للديفلوبرز عموما، بيكون حاجه معبره عن انه الحته دي خاصه بكذا، الحته دي خاصه بكذا، الحته دي خاصه بكذا. وبس كده. اتكلمنا النهارده عن السيمانتك اليمنتس واهميتها وليه بتستخدم وايه البديل بتاعها اللي هي الديفات طبعا. وبس. كان معاكم احمد امين، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.